آية هاني ماهر حسين عمار، بشوي نبيل عبد السيد تدرس عبد السيد. بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا، حكمت المحكمه حضوريا وبجماع الاراء بحاله اوراق الدعوه الى السيد الدكتور مفتي الجمهوريه لاستطلاع الراي الشرعي لعقوبة إعدام المتهمة آية ماهر حسن عمار. اللي قدامكم في الصورة دي قتلت صاحبة عمرها بأبشع طريقة ممكن تسمعوها، وحقيقي هتتصدموا لما تعرفوا السبب. الجريمة دي اتعرفت بجريمة طالبة طنطا، ويلا بينا نعرف ايه اللي حصل في طنطا. آية هاني ماهر حسين بنت عندها 25 سنة، كان ليها صديقة ليها اسمها فرح محمد اللي كان عندها 17 سنة. فرح أمها انفصلت عن والدها من وهي لسه طفلة رضيعة، والدها بيسيبهم ويمشي وما يعرفش عنها أي حاجة، والوالدة بتروح تتجوز من واحد تاني، وبعد فترة قصيرة أمها بتدخل السجن بسبب قضية شيكات، والبنت بتعيش مع جدها. والبنت حياتها حرفيا كانت مع صاحبتها آية، كانت بتروح وبتقعد معاها وكمان بتبات معاها أيام كتير. وفي يوم فرح بتتعرف على شاب اللي كان اسمه بشوي نبيل وكان عنده 25 سنة. ابتدت هنا صاحبتها آية تغير منها وتحس إن هي أحسن منها وإن هي أحق بالاهتمام ده، فبتروح لبشوي ده وبتطلب منه إن هي تأجر شقة في العمارة بتاعته، وبالفعل بتقدر تأجر شقة هناك. بتعدي الأيام وكل يوم الحقد والغيرة بيزيدوا في قلب آية من ناحية صاحبتها فرح، لغاية ما فرح بتروح لصاحبتها وبتقول لها أنا عايزة منك فلوس، هحتاج منك 3500 جنيه علشان عايزة اشتري موبايل جديد. والغريبة إن آية كانت عارفة تمثل كويس جدا إن هي بتحب صاحبتها وبتسلفها الفلوس اللي هي عايزاها. وبعد فترة قصيرة آية بتروح لفرح وبتقول لها أنا محتاجة الفلوس بتاعتي. فرح بتقول لها استني عليا شوية علشان أنا ما معيش فلوس، وهشتغل الأيام الجاية وهديك الفلوس اللي أنت عايزاها. بتبتدي آية كل يوم تزل في صاحبتها وتطلب منها الفلوس بتاعتها، وبتروح لبيشوي وبتقول له انا عايزه الفلوس اللي فرح مستلفاها مني. بيبتدي يقول لها وانا مالي، ما تاخدي فلوسك من صاحبتك. بتقول له هي معهاش فلوس، وانت لو ما اديتنيش الفلوس دلوقتي انا هقتلها. وهنا رد عليها بأبشع رد ممكن تسمعوه، بيقول لها يا ريت تقتليها، ده هي حتى تقيله على قلبي وانا عايزه اتخلص منها. فهنا آية ابتدت تفكر في أبشع فكره ممكن تسمعوها. بتفكر ان هي تقتل صاحبتها، وما كانتش عايزه تقتلها بسبب الفلوس اللي عليها، ده هي كانت عايزه تقتلها علشان كانت شايفاها عقبه في حياتها، وكانت عايزه تاخد اي حاجه موجوده معاها، حتى الشاب اللي كان مبين ان هو بيحبها. وهنا بتبتدي تخطط وتفكر ازاي هتقتل صاحبتها. بتتصل بصاحبتها وبتقول لها انا عايزاكي تجيلي الشقه دلوقتي. فرح كانت مأمنه لصاحبتها